السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والبشر والسرور. موضوعنا اليوم موضوع حلو وجميل، وكلنا نستخدمه بشكل أو بآخر، سواء يعني علمنا به أو لم نعلم به، سواء اعترفنا به أو لم نعترف به، سواء قلنا الكلمات المفتاحية للموضوع ولا ما قلنا. هذا الشيء الصغير فينا والكبير يسويه بطريقة أو بأخرى، ألا وهي الاستشارة. كلنا نستشير، اللي يستشير صديقه ولا ابوه ولا اخوه ولا مدرس، ولا يجيب له مستشار خاص. اللي عنده مشكله قانونيه يدور له محامي يحل اياها، عنده مشكله طبيه يدور له طبيب يحل اياها، ولا عنده مشكله ميكانيكيه سيارته خربانه يروح للميكانيكي المختص، ولا عنده مشكله دينيه يدور الشخص اللي يثق في دينه وعلمه ويفتي له اياها. وبالتالي يعني الدين يحث على الشورى، وامرهم الشورى بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما قال جل شانه حق النبي عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر. فالشورى مطلوبة، بل محببة، بل محبذة، بل قد تكون يعني توصل لدرجة الوجوب في بعض الأحيان. من نستشير؟ من نثق في علمه؟ أعطي كل ذي حق حقه. إذا كانت مسألة قانونية فما بتروح للطبيب تسأله، وإذا كانت مسألة طبية ما بتروح للمحامي وتسأله، وهكذا دواليك كما يقولون. إذا عندك مشكلة اقتصادية دول واحد اقتصادي، عندك مشكلة تسويقية دول شخص تسويقي، عندك مشكلة في الأعمال التجارية دور شخص عنده خبرة في هالمجال. الحين من هو المستشار؟ هل في صفات معينة حق المستشار كي تطلق عليه لقب مستشار أو تاخذ مستشارك الشخصي؟ هل يجب أن يكون عيونه خضر، شعره أشقر، خدوده حمر مثلا؟ هل يكون له أجنبي؟ أو هل يكون الشخص اللي يعني يلوي لسانه لما يتكلم بلغات أجنبية؟ هل ممكن يكون زميلك في العمل مستشارك؟ السؤال الآخر: حصلنا المستشار، فإذا نتفق، يعني طبعا هي كلها تساؤلات وجوابها يعني أجوبة مختلفة. هل يكون شعره أشقر؟ لا، مو بشرط. هل ممكن يكون زميلك في العمل؟ نعم، ممكن يكون زميلك في العمل مستشارك. كيف تختار المستشار؟ مثل ما قلنا في السناب السابق، أنه يكون شخص ذو علم ومعرفة وخبرة في هذا المجال، يعني ما تروح للميكانيك وتشاوره تستشيره في أمور طبية أو العكس. فبالتالي حصلت المستشار، هل الشخص هذا يعطيك استشارة مجانية، ولا أنت كشخص محتاج لهالمعلومة عندك استعداد أنك تدفع له؟ طبعا الشخص هذا ما بنى خبرته ولا بنى تجاربه ولا بنى هذا بالفراغ. هذا شخص يكون متعلم، يكون أخذ له دورات، كون نفسه، على ما يقولون اشتغل على نفسه لما وصل لهالدرجة انك انت تقدر تجي عندك تقول يا فلان يا اخي شو رايك بالشغله الفلانيه؟ مثل المحامي تدخل عليه عندك استشاره قانونيه، قبل ما تدخل اصلا عند السكرتير تدفع 500 درهم. هذا كونسلتيشن فيه. لو ازيدكم من الشعر بيت، في محاميه طلبت مني 3500 درهم. انت ليش؟ الشيء بالشيء يذكر. أنا ليش بركز على موضوع الجانب المادي للاستشارة؟ يحكى قصة فيها عبرة وفيها فائدة. يحكى أن ملك كان يتمشى في السوق، فدخل على السوق لقى محل، لفت انتباه أن المحل هذا ما فيه أثاث، كرسي وطاولة فقط. السلام عليكم. عليكم. ولا راحت كبير في السن: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. قال: انت شو تبيع؟ قال: انا ابيع حكمه. قال: شو؟ قال: حكمه. قال: ما اشوف شيء. قال: الحكمه عندي انا ابيع لك اياها. قال: بكم؟ قال: ب5000. قال: زين عطني عشان تشوف الحكم بشوف اذا مفيد ولا يعني الحكمه مفيده ولا مش مفيده. قال: لا، الحكمه اذا اعطيتك اياها راحت، عطني فلوس بعطيك الحكمه. غير بدل.
يا له واحد قال تعرف هذا منو؟ قال منو ما يكون، ان شاء الله هو الملك. طبعا الملك متخفي، الحكمة يا رب فلوس، ما اعطى شيء بلاش. طلع الملك يتمشى في السوق، ما اخذ من الحكمة وتركه. وهو ماشي يا اخي هذا الرجال شو عنده؟ رجع له مرة ثانية، قال له زين اعطني، اعطاه 5000. قال لا الحين 10000. قال انت قلت لي 5000. قال 10000 كيفك؟ الحكمة عندي انا. طلعت رجعت مرة ثانية تصير 15000. اعطاه 10000. قال له شو الحكمة؟ قال فكر قبل ان تفعل. نعم؟ قال فكر قبل ان تفعل، بس في شرط. قبلها قال له في شرط، الحكمة اللي اقول لك اياها تستخدمها بشكل يومي، تكتبها في كل مكان الكل يشوفها. قام الملك راح البيت، فجأة تتذكر فكر قبل ان تعمل. قال صدق دافع على 10000 درهم و10000 دينار. فقال له انت دافع بيزاد 10000، خلينا نسوي اللي قال لي يعني. امر انه ينكتب في كل مكان، على مدخل القصر، على مدخل الفيلا، على مدخل غرفة نومه، على مدخل المكتب، على مدخل قاعة الحكم، في الحديقة، وين ما تطيح عينك مكتوب فكر قبل أن تعمل، فكر قبل أن تعمل أو تفعل. وين ما طالع هل الحكم موجود قدامه. قال لا أنا دافع بيزاد. أمر أن ينكتب على كل شيء، على الفوط، على مناديل مال الاكل، كل مكان. ما نفذ سوى كلمه، وين ما يروح يشوف الحكمه. ليش؟ كلمه يقول دافع بيزات، دافع فلوس، لازم يستفيد من الحكمه. فيوم من الايام الحلاق، طبعا الملك له حلاق خاص يحلق له ويسوي له وكذا، والحلاق الوزير كان يبي يقتل الملك، ما يقدر حد يقرب على الملك قتل الحلاق يوصل للموت داير رقبته. اغروا الحلاق، اعطوه بيزات، اعطوه فلوس، انه انت اقدر توصل، ما انت بتذبح الملك، انت بتستوي يعني بحلاق الملك ما ادري شو، بعطيك بيزات، انا اعطيك فلوس، ويمكن خوفوه. المهم ان الحلاق جاي وعازم العقد، انه عازم النية انه، او عاقد النية انه يذبح الملك. ودخل، يوم اول ما دخل طاحت عليه، قال فكر قبل ان تعمل. قال شو السالفة؟ يعرف يعني؟ اكيد يعرف. لا ما يعرف، لا مستحيل، مش درى. دخل جويد، دخل مدخل القاعة لقى نفس الشيء، لقى لين ما ينبطل. كل ما يشوف الكلام هذا يحس ان الكلام موجه له، يحس ان الكلام موجه له. فكر قبل ان تفعل، فكر قبل ان تقتل الملك. لين ما يبطل الفوطة بيحط على رقبة الملك، ولا مكتوب على هذا فكر قبل ان تفعل. هني انهار الحلاق. فقال له انت دافع بيزاد 10000، خلينا نسوي اللي قال لي يعني. امر انه ينكتب في كل مكان، على مدخل القصر، على مدخل الفيلا، على مدخل غرفة نومه، على مدخل المكتب، على مدخل قاعة الحكم، في الحديقة، وين ما تطيح عينك مكتوب فكر قبل ان تعمل، فكر قبل ان تعمل او تفعل. وين ما طالع هل الحكم موجود قدامه. قال لا انا دافع بيزاد. امر انه ينكتب على كل شيء، على الفوط، على مناديل مال الاكل، كل مكان. ما نفذ سوى كلمه، وين ما يروح يشوف الحكمه. ليش؟ كلمه يقول دافع بيزات، دافع فلوس، لازم يستفيد من الحكمه. فيوم من الايام الحلاق، طبعا الملك له حلاق خاص يحلق له ويسوي له وكذا، والحلاق الوزير كان يبي يقتل الملك، ما يقدر حد يقرب على الملك قتل الحلاق يوصل للموت داير رقبته. اغروا الحلاق، اعطوه بيزات، اعطوه فلوس، انه انت اقدر توصل، ما انت بتذبح الملك، انت بتستوي يعني بحلاق الملك ما ادري شو، بعطيك بيزات، انا اعطيك فلوس، ويمكن خوفوه. المهم ان الحلاق جاي وعازم العقد، انه عازم النية انه، او عاقد النية انه يذبح الملك. ودخل، يوم اول ما دخل طاحت عليه، قال فكر قبل ان تعمل. قال شو السالفة؟ يعرف يعني؟ اكيد يعرف. لا ما يعرف، لا مستحيل، مش درى. دخل جويد، دخل مدخل القاعة لقى نفس الشيء، لقى لين ما ينبطل. كل ما يشوف الكلام هذا يحس ان الكلام موجه له، يحس ان الكلام موجه له. فكر قبل ان تفعل، فكر قبل ان تقتل الملك. لين ما يبطل الفوطة بيحط على رقبة الملك، ولا مكتوب على هذا فكر قبل ان تفعل. هني انهار الحلاق.
فبدأ الحلاق يعتذر من الملك، والملك مو بعارف السالفة. قال مولاي أنا آسف وسامحني ولا تقتلني ولا تقتلني، أنا ما كنت بسويها، هذا كله من الوزير. الملك يوم هي خاف وقام وكذا، وطبعا نادى الحراس ومسكوه، شو السالفة، شو في شو ما في. الحلاق أعطى الأول والثاني، اعترف بالمؤامرة بالكامل، وانمسك الوزير وانمسكوا اللي كانوا معاه، وفي مجموعة كبيرة من الناس انمسكوا وكذا. فهني الملك رجع سأل نفسه ماذا لو لم أدفع للحكيم مقابل حكمته. كان بيموت، ما كان بيعرف أصلا. الله سبحانه وتعالى سخر أن يروح للسوق ويشتري وكذا. فالشاهد من القصة أن يوم أنت تدفع الاستشارة تحس بقيمة الاستشارة، ما تدفع تاخذها عرفناها معلومة وسمعناها. لكن ملك لأنه دفع، مع أنه ملك، مع أنه ملك، قال خلنا نسوي. فأنت يوم تيجي تشاورني أنا قضيت عمري في مجال معين وأعطيك خلاصة تجربتي، بدل ما تسير وتجرب وتسوي، يقول لك لا يا فلان سوها بهالطريقة بتوصل أسرع ولا أفضل. لا تقول هالكلام للعميل، لأن هذا بيخرب عليك. وطلبت منك أنت مبلغ حق الساعة مالتي أنا، تقول لا يا أخي ما بدفع، وغيرك أرخص. صح، قد يكون غيري أرخص، بس هل نصيحتي مثل نصيحتي؟ الله أعلم، يمكن لا. بس أنا يوم بدفعك مش أني أنا أبغى الفلوس فقط، أنا أبغاك أنت تحس بقيمة النصيحة اللي تاخذها. يعني مثل الإنجليزي شو يقول easy come easy go، تاخذ النصيحة من دون أي مقابل، ما تحس بقيمتها وما بتنفذها. لكن لأنك دافع شيء داخلي، عقل باطن يقول لك يا أخي اسمع الكلام. خلاص الكلام حبيتي، خذ لك مستشار، تحتاج كونسلتنت، تحتاج مستشار في كل نواحي حياتك. فلما تكون متعثر وتعرقل هذا، لا تشاور كل من حب ودب، لأن في ناس ما عندهم أصلا. مثل ما قال الشاعر إذا تتكلم للعالم المحبطين كأنك تتكلم النصارى في الحلال والحرام. ففي ناس مش مو في البزنس ولا لهم في الأمور هذه. في ناس مجالهم بعيد عن مجالك، قد يكون رجل ونعم الرجال، لكن يوصل لي النصيحة ناحية العمل والأعمال. أنا أي بزنس كمثال ممكن ما يعرف الميكانيكا مثلا، يعني وهذا رجال هو فاضل ودكتور في مجال معين، أو طبيب ولا بروفيسور في جامعة، يمكن ما يفقه في الميكانيكا. وتشاوره وتقول تعال يا فلان كيف أصلح السيارة الفلانية، أوكي بيعطيك خلاص، لكن اللي بيعطيك الرأي الصح الميكانيكي. أنت عندك مستشارة تسويقية، لو دور لك مسوق ناجح واسأله. إذا طلب منك ادفع، أنا أقول لك ادفع. وإذا ما قال لك ما طلب منك بزاد ادفع. ليش؟ موضوع الملك، تدفع تحس بالنصيحة، تقدر النصيحة. المحامي مو بيعطيك استشارة قانونية إلا تدافع مسبق. أول شيء تدفع عليه تدخل على المحامي. دكتور نفس الشيء، هذا الشخص نفس الشيء. الله يسلنا وياكم ويسخر لنا العبادة والبلاد ويسر لنا أمورنا ويوفقنا ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم